أعزائي المشاهدين، ونعاود اللقاء في هذا اليوم الجميل الذي يحتفل فيه كل المصريين بانتصارات وذكرى عيد تحرير سيناء. هذا اليوم الذي ندلل فيه للعالم كله أن مصر كبيرة جدا، عظيمة جدا بشعبها وقيادتها. ويسعدنا أن يكون معنا الصحفي المبدع الكبير الأستاذ أشرف الجبالي. أهلا وسهلا بك. أستاذ أشرف، أنت بالصحة والسلامة. أستاذ أشرف، النهارده مصر كلها بتحتفل بعيد تحرير سيناء. رسالة للعالم كله إن إحنا بلد الأمن والأمان والسلم، وإذا فرض علينا الحرب فنحن له. كيف ترى هذا اليوم ورسالة تبلغها لكل الأشقاء العرب وكل العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سعيد طبعا إن أنا شفتك النهارده، يعني كنت وحشني على المستوى الشخصي. تاني حاجة طبعا كل سنة بمناسبة كل عام وحضرتك بخير وبمناسبة إعادة تحرير سيناء. خليني أقول لك إن سيناء هذه البقعة الغالية علينا جميعا، هذه البقعة الفيروزية، أرض الفيروز والتي تمثل أكثر من سدس مساحة مصر. هذه الأرض التي تجلى المولى عز وجل على جبل طور، هذه الأرض التي شهدت العائلة المقدسة وشهدت أشياء كثيرة جدا. أرض سيناء، الدماء التي أريقت على أرض سيناء ما هي إلا مداد أحمر ونسجل به آيات من المجد والفخار. مصر لا تفرط في زرع التراب، مصر لا تفرط في أرضها ولا في عرضها. حينما احتلت سيناء كان لزاما على القوات المسلحة وعلى المواطن المصري أن يزود عن أرضه وعن عرضه، ولذلك جاء التحرر وجاء تحرير سيناء وجاء عبور واقتحام خط بارليف وعودة سيناء إلى الحضن الأم مصر. كانت فترة مهمة جدا. سيناء مرت بأكثر من مرحلة، وبالتالي حينما نتحدث عن سيناء فنحن نتحدث عن أرض لها خصوصية خاصة، لها بعد تاريخي وثقافي وحضاري. نتكلم عن البوابة الشرقية، نتكلم عن بوابة مصر لقارة آسيا، نتكلم عن سيناء، هذه البقعة الغالية على كل المصريين. حينما نتحدث عن تحرير سيناء فلا بد أن نتحدث عنها عن تحريرها من رقم واحد العدو المغتصب الذي يعني لا يراعي لا حرمة ولا يراعي مواثيق دولية ولا يراعي مواثيق شرف ولا يراعي أي حاجة، يضرب كل هذا عرض الحائط. بالضبط. وهذا ما يحققه على الأرض حاليا في غزة وفي إسرائيل وفي فلسطين، الأرض التي يعني المباركة المحتلة أيضا من قبل الكيان الصهيوني. كان ولا بد بعدما حررنا سيناء، كان ولا بد كلمة التحرير، كلمة السر في تقديري أنا هي التنمية. إذا كنا نريد أن نقضي على الإرهاب في سيناء، وطبعا كان لنا باع طويل في القضاء على الإرهاب في سيناء، وعملنا العملية الشاملة 2018 واشتركت فيها كل أفرع القوات المسلحة، وبالتالي تم دحض الإرهاب وقتله أو تقليصه في مهده في سيناء. ولولا عرفنا الإرهاب قولا وفعلا، ولولا أنه تم تقويض الإرهاب في سيناء لكنت تجد الإرهاب موجود في اسكندرية وفي قلب القاهرة. وبالتالي فكرة القضاء على الإرهاب قولا وفعلا. القضاء على الإرهاب كان بيمر بأكثر من مرحلة. أولا اشتركت كل أفرع القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسمة في القضاء على الإرهاب. أيضا هذه البقعة المباركة في الوقت اللي كنا بنقضي فيه عن الإرهاب كانت يد تحمل السلاح ويد في المقابل تبني وتعمر. بالضبط كده. وبالتالي حينما نقول أن سيناء غالية وعزيزة، هذا ليس كلام للاستهلاك المحلي أو كلام مرسل بنردده، لأنه خيرة شباب مصر ماتت وسالت دمائها على أرض سيناء. بالتالي هذه الأرض يعني اختلط فيها دم محمد بجرجس، اختلط فيها نسيب مصر كله اختلط في سيناء. وبالتالي رسالة للعالم أن مصر هذه الدولة الفتية العتية التي لا تقبل إنها يعني تزايد عليها حد على وطنيتها وعلى انتمائها وعلى حبها حتى المحيط العربي كله، لا تقبل بأي حال من الأحوال التفريط ولو في شيء من أرض هذا الوطن. وبالتالي حينما حتى رفضنا
التهجير، قلنا نعم للتعمير ولا للتهجير، لأنه أرض مصر هي أرض كل المصريين. أرض سيناء لا تملكها فئة معينة، إنما يملكها الشعب المصري كله. بالتالي فكرة التنمية في سيناء وكلمة السر كما أسلفت إنها هي كلمة السر هي التنمية في سيناء. كان ولا بد أن يحصل تنمية عشان أقضي على الإرهاب، كان ولا بد أن يبقى في إعمار، كان لابد أن يبقى في مجتمعات عمرانية، لازم يبقى فيه مياه تصل إلى هناك، لازم يبقى فيه أرض زراعية، لازم يبقى فيه مباني بتقام، لازم يبقى فيه جامعات، فيه مستشفيات، فيه مدارس، في حياة، في انفراستراكشر، بنية تحتية بيتم. وبالتالي القيادة السياسية ويحسب لها أنها منذ 2013 وإلى الآن أولت اهتمام بالغ بأشياء كانت في طي النسبان. أولها على سبيل المثال سيناء، ثانيها صعيد مصر. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام بالغ الأهمية بسيناء وبصعيد مصر، فدخل التعمير بشكل حقيقي، دخل البناء بشكل حقيقي، وأصبحت الكلمة العليا الأبر هاند، اليد العليا للمصريين على أرض سيناء. بالتالي بقى يبقى في تعمير، في جامعات، في مدارس، في بنية تحتية قوية جدا. وبالتالي هذا الامتداد العمراني وربط سيناء بالأم بالقاهرة وبالمدن وبالدلتا وخلق مناطق لوجستية كبيرة جدا. وتعلم حضرتك أن سيناء غنية برمالها وبجبالها ومليئة بالخيرات والبيئة الطبيعية الخلاقة والمبدعة. فبالتالي مهم جدا أن الدولة تهتم بهذه البقعة وبهذا المكان وتوليه اهتمام. وأنا أعتقد أن القيادة السياسية أولت هذا الأمر اهتمام بالغ. تحرير سيناء يذكرنا بانتصارنا على العدو المغتشم الغاشم الذي لا يقيم وزن لأي حاجة، الذي يحتل الأرض ويدنس العرض. فاستردت مصر كرامتها في 25 أبريل، وقعدت طابة بعد كده. دخلنا في معركة دبلوماسية كبيرة جدا إلى أن تحررت كامل تراب سيناء، ورفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك العلم على طابة. تحية واحنا بنتكلم في عيد تحرير سيناء إلى الرئيس محمد أنور السادات، تحية إلى قائد القوات الجوية الرئيس محمد أنور السادات محمد حسني مبارك، تحية لكل جندي، تحية لهؤلاء الذين قضوا يعني سالت دماؤهم على هذه الأرض، تحية لشهدائنا الأبرار الذين لولاهم ما كنا ننعم بهذا الأمر، تحية لشهداء الشرطة البواسل اللي هم بيكافحوا الإرهاب في كل مناحي الأمر حتى يحدث تنمية وحتى يحدث استقرار وحتى يبقى في سلام مجتمعي وسلام يعم السلام في المنطقة بشكل كبير جدا. وهذه أكثر من رسالة أن مصر دولة لا تعتدي أبدا، دولة لا تفرط في شبر من أرضها، مصر دولة تقيم للسلام وزن كبير جدا، تحترم مواثيقها وعهودها ومعاهداتها بشكل كبير جدا. مصر لا تبدأ بالعدوان أبدا، لكنها تنتفض انتفاضة العصفور إذا بلله ماء المطر، إذا انتهكت أرضها أو دنس عرضها. وبالتالي هذا ما يحدث على أرض سيناء. رسالة للعالم كله أن مصر دولة فيها كل أنواع السياحة، سواء السياحة الدينية أو السياحة الطبيعية أو الثقافية أو الحضارية أو ما شابه ذلك. رسالة للعالم كله. كان الرئيس الفرنسي هنا وكنا بعتنا رسالة للعالم كله طبعا إنه مصر بلد الأمن والأمان، إنه مصر هذه الدولة التي لم تأتي صدفة في التاريخ، إنما أتى التاريخ ثم أتت مصر، أتت مصر ثم جاء بعدها التاريخ. هذه الدولة العميقة والعريقة والتي تضرب بجذورها في جذور التاريخ لها أكثر من بعد. وبالتالي يعني تحية تقدير وإعزاز لكل من ساهم في حرب تحرير سيناء، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبطال، لمن رووا بدمائهم الزكية أرض الفردوس. والله تعيش يا أم الدنيا، يلا هزمتي كل محال، تعلي وتبقي قد الدنيا ويزيد المكن الشغال. تحية لأشرف بيه الجلالي الصحفي الكبير، واللي دايما نلتقي معاك في كل مناسبة قومية بنحتفل بيها، تبلغ بيها رسائل
للمصريين واهالينا المصريين، ويزيد الوعي بيننا دايما